chicken curry. Don't worry, there won't be a crumb left when I'm done. Here you go. Thanks, now let's dig in. Wow. مساء الخير او صباح الخير على حسب انت بتشوفني امتى. طبعا هنعمل مع بعض النهارده اولى حلقات اكلات الكرتون بتاعتنا في قناتنا وهي اكله هالو كيتي. طبعا انا هقول معاكم المكونات سريعا. معايا بطاطس ومعايا جزر ومعايا صوص المسله ومعايا صوص الكاري طبعا لان هي اسمها كاري ريسيب، ومعايا مكعب 60 جرام من الزبده، يعني مكعب من الزبده او معلقتين من الزبده، ومعايا طبعا لحمه المفرومه بتاعتي. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. طبعا لو ما كانش عندك صوص المسله هتقدر ان انت تعمله في البيت بمكونات موجوده في كل بيت. طبعا اول حاجه عندنا طماطمايه، وعندنا فلفل اخضر على حسب الرغبه، يعني لو مش عايز تقدر تستغنى عنه، وعندك جنزبيل فريش هيبقى احسن، ما عندكش يبقى مش مشكله، استخدم الجنزبيل اللي هو العادي. وعندي برضو كركم وكمون وكزبره، وعندي زي ما انتوا شايفين بطاطستين وجزرتين، وعندي البصل. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الاكله ازاي. هنزل بمكعب الزبده بتاعي لغايه ما يسيح معايا خالص. تمام، مكعب الزبده بدا يسيح معايا. هنزل بمعلقتين الطحين او الدقيق وبالمضرب بتاعي واقلبه لغايه ما ياخد القوام اللي هوريه لكم دلوقتي. هنزل بصوص المسله، هنزل بمعلقتين الكاري، هنزل بكوب من الماء، ولكن لازم يكون يعني وانتي بتحطي الميه تقلبي في نفس الوقت. هيطلع معانا بالشكل ده. فحلها على جنب ونزلت بشويه زيت. بعدين هنزل بالبصل اللي قطعته في الحله. المفروض استنى الزيت يقدح يعني، بس مش مشكله يعني. المهم ان انا هقفل عليه لما ياخد اللون هنزل باللحمه بتاعتي لما يبدا ياخد اللون الذهبي. اول ما يبدا ياخد اللون الذهبي بتاعي ده هنزل بيه اللحمه بتاعتي. اول ما تاخد معايا اللون ده هنزل بالجزر بتاعي، هنزل بالبطاطس، هديهم تقليبه حلوه كده، وبعدين هنزل بمعجون الكاري بتاعي. بعد كده هحط 4 اكواب من الميه. لو محتاجش غير 3 اكواب عادي، يعني مش شرط 4 اكواب، يعني ممكن تتعمل معاكي من المهم بعد ما تخلصي سيبيها ترتاح.